النهارده هنتكلم عن كأس الأمم الأفريقية عام 74 اللي اتلعبت في مصر. استضافتها جمهورية مصر العربية. كان بيشارك فيها 8 فرق. اتقسموا مجموعتين. المجموعة الأولى كانت مصر وزامبيا وأوغندا وساحل العاج. اتلعبت مبارياتها في القاهرة والمحلة. والمجموعة الثانية كانت بتضم الكونغو وزائر اللي الكونغو برازافيل، وزائر اللي هي الكونغو كينشاسا، وغينيا وموريشيوس. الحقيقه انا البطوله دي كان اول مره يعني اعرف يعني ايه منتخب مصر، كان اول بطوله اشوفها لمنتخب مصر. انا زي ما قلت قبل كده ابتديت اتفرج على كوره يمكن من سنه 73 مباراه الاهلي وسانتوس، مرورا بقى بدوري الدوري العام موسم 72 73، ثم كاس مصر 73 وفوز الاتحاد السكندري، ثم مشوار الاسماعيلي بقى في كاس افريقيا 73 لحد ما انسحب عشان حرب اكتوبر، وبعد كده الغاء الدوري موسم 73 74 وتخلل ده بقى الموسم ما اتلعبش الدوري واتلعب بطوله استعاضة عن الدوري اللي هي بطولة اكتوبر. ولكن قبل ما تتلعب بطولة اكتوبر في مارس 74 منتخبنا خاض كاس الامم الافريقية 74 على ارضه. انا يمكن اتكلمت بالتفصيل عن البطولة دي في حلقات ذكرياتي مع الكرة، اتكلمت عن البطولة دي بالتفصيل وحكيت مشاعرنا كانت ايه ومشاعري انا شخصيا كواحد عندي 7 سنين اياميها، وكنت اول مرة اشوف منتخب مصر بيلعب. ما كنتش فاهم كلمة المنتخب القومي يعني ايه، عرفت بعد كده ان هو ده الفريق اللي بيمثل مصر. ومصر كانت خارجة لسه من حرب اكتوبر، وكان يعني البطولة دي مهمة جدا ان مصر تاخدها برضو عشان يعني تضيف لفرحة الشعب المصري. بالمناسبة الاستيكر ده انا كنت لازقه عندي على التلاجة بمناسبة كاس الامم الافريقية اللي هي كان اسمها كاس افريقيا للدول. كان في مارس 74 اشتريته ولزقته عندي على التلاجة. مش عايز اقول لكم يعني موجود على التلاجة لحد دلوقتي، بس طبعا في شقة الاسرة بقى، شقة العيلة يعني. فكان ليه معايا ذكريات كتير وبيفكرني بالبطولة دي جدا الحقيقة. الحقيقة منتخب مصر كان فريقه قوي، كان بيدربه مدرب ألماني اللي هو كرامر، ومنتخب مصر كان بيضم كثير من المواهب واللعيبة الكبار جدا. كان حراس مرمى حسن علي وعرابي وإكرامي، كان إكرامي بقى لسه طالع يعني ساعتها ناشئ صغير. وكان بقى في الدفاع كان في السياجي، وكان في محمد توفيق وهاني مصطفى وحسن درويش ورأفت مكي وكان في الجوهر الصغير، وكان في ابو امين. والنص طبعا كان فاروق جعفر وحسن شحاته وطه بصري وكان معاهم جمال عبد العظيم. وكان في طبعا الهجوم بقى بيضم سيد عبد الرازق وعلي ابو جريشه والشاذلي ومصطفى عبده والخطيب. وطبعا النص كان في شحته الاسكندراني كمان. والهجوم طبعا كان في علي خليل. فالحقيقه يعني منتخب مصر كان بيضم كم من النجوم كبيره جدا. منتخب مصر كان في الفتره دي الحقيقه كان بعيد عن شويه يعني عن الاحتكاك، ولكن منتخب مصر لا يعني كان هي الكره المحليه كانت واقفه قبلها. وابتدت موسم زي ما قلنا 72 73، ولكن منتخب خاض كاس الامم الافريقيه 70 وخاض تصفيات كاس الامم الافريقيه 72 وتصفيات اولمبياد ميونخ 72 وتصفيات كاس العالم 74. كنا خرجنا من تصفيات كاس العالم 74 وزائر كانت هي اللي تاهلت قبل بدايه كاس الامم الافريقيه 74. والحقيقه يعني منتخبنا كان احد المرشحين الكبار للبطوله. فالبطوله دي ابتدت مبارياتها. طبعا احنا قلنا المجموعه الاولى اتلعبت اللي احنا كنا فيها اتلعبت مبارياتها في القاهره والمحله. المجموعه الثانيه اتلعبت مبارياتها في اسكندريه واستاد دمنهور. فالفيديو ده احنا هنشوف مباريات نادره جدا، اهداء من الزميل العزيز استاذ اسامه رشاد. مباريات نادره جدا للفرق الاخرى. مباريات مصر احنا يعني لقطاتها هتكون مكرره، ولكن الفرق الاخرى ليها لقطات نادره جدا من مبارياتها اللي اعتقد يمكن بتذاع لاول مره او في بعض الناس ممكن يكونوا شافوها. وانا بشكر الاستاذ اسامه رشاد جدا جدا الحقيقه على مساهمته وتعاونه معايا. مباراة الافتتاح كانت مباراة مصر واوغندا على استاد القاهرة. منتخب مصر كان بيمثله يوميها حسن علي وابو امين ومحمد ابو العز
لاعب الترسانة، وهاني مصطفى والجوهري الصغير. النص كان فاروق جعفر وحسن شحاتة وطه بصري. حسن شحاتة كان خرج في الشوط الثاني ونزل مكانه رأفت مكي. والهجوم كان سيد عبد الرازق وعلي ابو جريشه وعلي خليل، وبعد كده كان خرج سيد عبد الرازق ونزل مصطفى عبده في اول مباراه دوليه ليه. الحقيقه منتخب مصر يعني في المباراه دي يعني كان يهمه جدا انه يفوز عشان تبقى دفعه قويه ليه. منتخب مصر ابتدى بقى بالفانيلا الحمراء، وكان علم مصر على الصدر وعلى الظهر داير، وكان يهمه منتخب مصر انه يفوز. المباراه دي هتديله دفعه كويسه. الحقيقه منتخب مصر كان اقوى، منتخب مصر نجومه كانوا يعني اشهر في افريقيا، وكان له باع اكبر بكتير من اوغندا، والمفروض والمنطقي ان هو كان يكسب. ويعني هاجم منتخب مصر لحد ما تحقق له الهدف الاول عن طريق علي ابو جريشه، ضربه راس رائعه ارتقى فوق الجميع وحطها بضربه راس رائعه في المرمى، محرزا الهدف الاول لمنتخب مصر لتتقدم مصر على اوغندا 1-0. و يعني ده كان في الشوط الاول. وبعد كده اوغندا حاولت بقى ان هي تهاجم عشان تعوض، وكان حسن علي بقى واقف ساعتها، وكان دفاع مصر كان بيحاول يتصدى لهجمات اوغندا. وبنحاول برضو منتخب مصر ان هو يعزز الهدف، واتحسبت له اكتر من ضربه ركنيه، وكان منتخب مصر بيحاول انه يجيب الهدف الثاني، ولكن منتخب اوغندا كان بيحاول برضو ان هو يتعادل. الحقيقه المباراه يعني كانت قويه وكان فيها شيء من النديه. منتخب اوغندا قدر ان هو يحقق هدف التعادل قبل نهايه الشوط الاول، لينتهي الشوط الاول بتعادل الفريقين 1-1. وفي انتظار بقى الشوط الثاني عما سيسفر عنه. انتهى بقى الشوط الاول على كده، ومنتخب مصر بقى ابتدى الشوط الثاني بهجوم. منتخب مصر ابتدى الشوط الثاني بيحاول يعني يدرك الفوز باي طريقه، لحد ما استطاع علي خليل من كره عرضيه انه يحرز هدف الفوز لمنتخب مصر، لتتقدم مصر 2-1 على اوغندا وتفوز باللقاء بصعوبه بالغه. وكان الفوز ده مهم جدا لمنتخب مصر في اول مباراه في كاس الامم الافريقيه 74. وبعد كده فازت مصر وتقدمت، اصبح مصر ليها نقطتين واوغندا لا شيء. مباراة زامبيا وكوت ديفوار او ساحل العاج اتلعبت على استاد المحلة، ساحل العاج بالزي الابيض وزامبيا بالزي الاورنج. تقدمت زامبيا بهدف في الشوط الاول على كوت ديفوار او على ساحل العاج، واستطاعت زامبيا ان تفوز على ساحل العاج 1-0 على استاد المحلة عشان يبقى ليها نقطتين زي منتخب مصر، وتتساوى مع منتخب مصر في صدارة المجموعة الاولى. مصر تاني مباراة كانت لعبت زامبيا وكانت فازت مصر 3-1. وكان مثل مصر حسن علي ومحمد وابو امين ومحمد ابو العز وهاني مصطفى والجوهري الصغير، والنص كان فاروق جعفر ورأفت مكي وطه بصري، والهجوم سيد عبد الرازق وعلي ابو جريشه وجمال عبد العظيم. وكان خرج جمال عبد العظيم ونزل مصطفى عبده، وفازت مصر على زامبيا 3-1 باهداف جمال عبد العظيم، وتعادلت زامبيا بهدف شيتالو، ثم تقدمت مصر بالهدف الثاني لعلي ابو جريشه ثم طه بصري في الشوط الثاني لتفوز مصر على زامبيا 3-1. والحقيقه تسجيل المباراه دي مش موجود عندنا.
وكده اصبح لمصر 4 نقاط، وتقريبا يعني ضمنت الصعود للدور الثاني. الجوله الثانيه، المباراه الاخيره في الجوله الثانيه كانت ساحل العاج كوت ديفوار مع اوغندا. ساحل العاج بالزي الاخضر واوغندا بزيها الاصفر. المباراه انتهت بالتعادل 2-2. كانت مباراه جميله فيها اهداف. انتهت بتعادل فريقين 2-2، والحقيقه يعني التعادل ده ما يفيدش الفريقين، لان الفريقين مهزومين في اول مباراه. والتعادل ده تقريبا يعني خلى موقفهم وحش جدا في المجموعه. المهم انتهت المباراه بتعادل فريقين 2-2 على استاد غزل المحله. المباراة اللي بعدها مصر مع ساحل العاج او كوت ديفوار. مصر كان بيمثلها بقى عرابي ومحمد توفيق والسياجي وحسن درويش وابو امين. النص كان ابو امين بعد كده خرج ونزل الجوهري الصغير. النص كان رأفت مكي وشحتة الاسكندراني، والهجوم كان الخطيب ومصطفى عبده وحسن الشاذلي وعلي خليل. دي كانت اول مباراة دولية للخطيب. والحقيقه فازت مصر على ساحل العاج بهدفي حسن الشاذلي في اول دقيقه وعلي خليل في الدقيقه 44. المباراه كانت تحصيل حاصل بالنسبه لمنتخب مصر، ولكن فوزها خلاها في المركز الاول لتفوز مصر على ساحل العاج كوت ديفوار وتتصدر المجموعه الاولى. مباراه بقى زامبيا واوغندا اتلعبت على استاد غزل المحله، وفازت زامبيا على اوغندا 1-0 لتؤكد زامبيا صعودها للدور الثاني للدور قبل النهائي مع منتخب مصر كتاني مجموعة. الفوز ده كان مهم جدا لمنتخب زامبيا، وكده أمنت صعودها مع منتخب مصر للدور قبل النهائي بفوزها على أوغندا بهدف لا شيء. المجموعة الثانية بقى، المباراة الأولى زئير وغينيا لعبوا على استاد دمنهور. واستطاعت زئير انها تفوز على غينيا 2-1. زئير كان منتخب قوي وكان هو اللي صعد لكاس العالم. وفازت زئير على غينيا 2-1 لتتصدر المجموعة الثانية برصيد نقطتين على استاد دمنهور. وكانت حاجة نادرة جدا ان تتلعب كاس افريقية على استاد دمنهور، واعتقد يعني كانت من المرات القليلة اللي شفنا استاد دمنهور بيستضيف بطولة كبيرة زي دي. وفازت زئير على غينيا 2-1.
المباراة الثانية بقى والقوية، الكونغو وزئير اللي فازوا بأول مباراة في الجولة على استاد الاسكندرية. الكونغو برازافيل بالفانيلات الاورنج اللي معاها الكورة دي، وزئير كانت بالفانيلات الصفراء زي ما احنا شايفين. واستطاعت الكونغو ان هي تحول هزيمتها 1-0 الى فوز 2-1 في مفاجأة كبيرة جدا، لان زئير طبعا يعني كان معروف ان هي اقوى، ولكن فازت الكونغو على زئير 1-0 في مفاجأة كبيرة جدا. وتتصدر الكونغو المجموعة الاولى برصيد 4 نقاط، ويليها زئير نقطتين. الجولة الأخيرة غينيا اتعادلت مع الكونغو 1-1، وزئير فازت على موريشيوس 4-1 على ملعب دمنهور. مباراة برضو كبيرة جدا، استطاعت زئير ان هي تفوز فوز كبير يضمن لها الصعود لدور قبل النهائي كتاني مجموعة بعد الكونغو، بعد فوزها على موريشيوس 4-1 على استاد دمنهور اللي بنشوف منه لقطات دلوقتي. طبعا موريشيوس هي اللي بالفانيلات الاورنج او الحمراء، وزئير اللي بالفانيلات الخضراء زيها المعروف. منتخب موريشيوس كان جديد العهد خالص ببطولات افريقيا، وكانت مفاجاه ان هو يصل الحقيقه للنهائيات. وكان اخير وطلع يعني كان ضعيف وطلع اخير مجموعه، ولكن مشاركته لوحدها كانت طبعا حاجه مشرفه. زئير طبعا فاز على موريشيوس بسهولة 4-1 ليتأهل لدور قبل النهائي عن المجموعة الثانية. أصبح كده عندنا الكونغو أول مجموعة و5 نقاط، يليها زئير تاني مجموعة 4 نقاط. الكونغو برازافيل أول مجموعة برصيد 5 نقاط، يليها زئير الكونغو كينشاسا برصيد 4 نقاط. مباريات بقى دول قبل النهائي. الكونغو برازافيل مع زامبيا. زامبيا فازت 4-2 بعد وقت اضافي، وتأهلت زامبيا للمباراة النهائية. المباراة دي اتلعبت على استاد الاسكندرية يوم 9 مارس 74.
وفي نفس اليوم تقابلت بقى مصر مع زئير في المباراة المأساوية. المباراة الحقيقة كانت بالنسبة لي أول صدمة دولية، أول يعني صدمة لمنتخب مصر بالنسبة لي. منتخب مصر يعني كان نازل بقى بتشكيل في المباراة دي، كان عرابي تمام حارس مرمى، وكان محمد توفيق وابو امين وهاني مصطفى ومحمد ابو العز وحسن درويش وفاروق جعفر وحسن شحاتة وسيد عبد الرازق وعلي ابو جريشة وعلي خليل. بعد كده حصل بقى هنشوف عرابي اتصاب ونزل حسن علي، وهنشوف برضو حصل برضو اصابة لكابتن هاني مصطفى لمحمد توفيق. محمد توفيق خرج مصاب ونزل مكانه الجوهري الصغير، وكابتن هاني مصطفى كان اصيب وتحامل على نفسه وكمل المباراة. والتغييرات الاضطرارية دي حرمت المنتخب من تغييرات كتير كان ممكن تفيده في المباراة. منتخب مصر تقدم على زئير في بداية المباراة، وكانت حقيقة مباراة سهلة، يعني أنا شايف إن هي كانت مباراة سهلة جدا لمنتخب مصر، واتكلمت عنها أنا باستفاضة في حلقات ذكرياتي مع الكرة، يعني فاستثنا البطولة دي مع بعض. منتخب مصر كان هو الأقوى، منتخب مصر كان يعني كعبه عالي جدا في المباراة دي. الشوط الأولاني كان اكتساح لمنتخب مصر، زئير ما كان لهاش وجود قوي، ولكن طبعا هنشوف بقى سير المباراة مش ازاي. منتخب مصر يعني حاول ان هو يكثف من هجماته عشان يتقدم في بداية المباراة. زئير يعني كان ليها كده مناوشات من بعيد، ولكن منتخب مصر كان واضح ان هو متفوق، كان واضح ان هو فريقه اتقل، لعبته اتقل. المهم يعني منتخب مصر كان بيحاول ان هو يتقدم في بداية المباراة لحد ما لاعب زئير احرز هدف في مرماه، وتقدمنا على زئير 1-0. شوطة لسيد عبد الرازق خبطت في رجل المدافع ودخلت المرمى، تقدمنا على زئير 1-0. الشوط الثاني نزلنا برضو متفوقين على زئير، ونزلنا برضو مهاجمين، ويعني كان واضح كابتن علي ابو جريشة اضاف الهدف الثاني، انطلق ورقص وحطها بيمينه على شمال الحارس محرزا الهدف الثاني لمنتخب مصر، وكان واضح ان المباراة ماشية في صالحنا تماما منتخب مصر يعني. وبعد كده زئير احرزت هدف بقى، ده اللي قلب الماتش بقى، ده بداية ان الماتش يتقلب. الهدف بتاع زئير ده قلب الماتش شوية علينا، وكان لازم نعزز. منتخب مصر الحقيقة ضيع فرص لا تضيع، والنتيجة 2-1. منتخب مصر ضيع فرص كتير جدا جدا كان ممكن يعزز. وبعد كده زئير احرزت الهدف الثاني من خطأ لعرابي حارس المرمى، وخرج مصاب ونزل مكانه حسن علي. الماتش بقى كان غريب جدا، والماتش ابتدى يقلب علينا في اخر 25 دقيقة تقريبا. يعني منتخب مصر حاول انه يحرز اهداف، ولكن ضيع فرص كتيرة جدا جدا جدا، اتكلمت عليها بالتفصيل في ذكرياتي مع الكرة، وفي لقطات تانية انا كنت منزلها في ذكرياتي مع الكرة الحقيقة. وبعد كده زئير احرزت الهدف الثالث في مرمى حسن علي بطريقة مأساوية جدا. 3 أهداف في 25 دقيقة قلبوا الماتش، بعد ما كنا فايزين ودايسين وراكبين الماتش اتقلب علينا بطريقة غريبة جدا. حصل استهتار من اللعيبة، حصل تراخي. زئير خدت المباراة بجدية واستطاعت انها تقلبها علينا في استاد القاهرة 3-2 وتصعد للنهائي وسط جو كئيب جدا جدا. وانا بالنسبة لي يعني كان ماتش غريب، وكنت صغير وحاسس بجو كآبة وحزن غير عادي، يعني ذكرى حزينة لأي حد شاف الماتش ده او شارك في الماتش ده او يعني تابع المباراة. مباراة مأساوية، صعدت زئير للنهائي، ومصر بقى هتلعب على الثالث والرابع. مباراة الثالث والرابع بقى منتخب مصر مع منتخب الكونغو برازافيل. منتخب مصر كان إكرامي بقى هو اللي ابتدى المباراة دي، والدفاع كان رأفت مكي ومحمد أبو العز وحسن درويش وهاني مصطفى. النص كان طه بصري وفاروق جعفر وحسن شحاتة. الهجوم مصطفى عبده وعلي أبو جريشة والخطيب، وكان نزل حسن الشاذلي مكان مصطفى عبده، وكان نزل سيد عبد الرازق مكان الخطيب. والحقيقة يعني كانت مباراة بقى لرد الاعتبار. منتخب مصر بقى كان لازم يعني يحاول ينهي البطولة نهاية كويسة،
منتخب مصر نزل مهاجم، وكان كله اصرار انه يحقق نتيجه كبيره مع الكونغو برازافيل. ويعني دي النتيجه المنطقيه اللي كان المفروض منتخب مصر يعملها مع كل الفرق. منتخب مصر الحقيقه اكتسح الكونغو. هنشوف بقى الاهداف. منتخب مصر فاز 4-0 باكتساح، والحقيقه دي كانت النتيجه المنطقيه امام زئير وامام كل الفرق. ولكن يعني قلنا نلحق يعني منتخب مصر يلحق يصالح الجماهير. ودي كرة الهدف الاول طه بصري لعبها لابو العز، وابو العز لعبها لمصطفى عبده، خدها من فوق الجون وحطها براسه. الهدف الاول لمنتخب مصر. بعد كده منتخب مصر واصل هجماته، برضو واصل هجماته، وده هدف جميل جدا من احلى الاهداف اللي شفتها. حسن شحاتة وطه بصري، كرة جميلة جدا ما بينهم. طه بصري لحسن شحاتة، وبعد كده حسن شحاتة لطه بصري، طه بصري سقطها له، حسن شحاتة وقفها وخدها من فوق الجون وحطها بشماله صاروخ في سقف الشبكة، محرزا الهدف الثاني لمنتخب مصر. وحاولت الكونغو بقى ان هي يعني تحاول ان هي يعني تجاري منتخب مصر، ولكن منتخب مصر هي كان اقوى، واستطاع عليه ابو جريشه انه يحرز الهدف الثالث. وبعد كده استطاع من تمرير طه بصري، استطاع حسن شحاتة انه يحرز الهدف الرابع، لتفوز مصر على الكونغو 4-0 بسهولة. وتحتل مصر المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 74 على أرضنا. ويعني كانت نتيجة مخيبة، ولكن يعني منتخب مصر استطاع أن ينهي البطولة نهاية كويسة إلى حد ما. ماشي طه بينقلها على ابو جريشه، بياخد له مكان علي، بيلعبها طاير طه بصري، بيلم الكوره، بتدور، بيلعب الكوره لابو العز، ابو العز بيلعبها من فوق لمصطفى عبده، جول جول بدماغه، الجول الاولاني لمصر بعد 6 دقايق، الكوره جت لمصطفى حلوه من ابو العز، بيلعبها من فوق دماغه، فوتها اداها لمصطفى عبده اللي فوتها من الجول، حط الجول الاولاني لمصر. ماشي وانتول طه بصري بيلعبها له حلوه، هو جول حلوه حسن، والجول الثاني حسن شحاته. ماشي وانتول طه بصري بيلعبها له حلوه، هو جول حلوه حسن، والجول الثاني. النهائي بقى زئير وزامبيا اتقابلوا يوم 12 مارس 74 على ملعب استاد القاهرة. المباراة كانت يعني إلى حد ما متكافئة ما بين الفريقين، وكان يعني هجمة هنا وهجمة هنا. زئير طبعا كانت بزيها الأخضر، وزامبيا كانت بزي الأورنج. والمباراة انتهت بتعادل الفريقين 2-2، ولعب وقت اضافي وظلوا متعادلين 2-2 لتنتهي المباراة. وما كانش لسه بقى في ضربات جزاء او ركلات ترجيح، ولكن اتعادت المباراة بعديها بيومين على استاد القاهرة ايضا بعد انتهاء المباراة دي بتعادل الفريقين.
مباراة الإعادة بقى اتلعبت على استاد القاهرة يوم 14 مارس 74. زئير برضو بالزي الأخضر وزامبيا بالزي الأورنج والشورت الأسود. استطاعت بقى زئير إن هي تحسم المباراة لصالحها وتفوز على زامبيا 2-0 وتفوز بكأس الأمم الأفريقية 74 اللي أقيمت في مصر. واستطاعت كده زئير ان هي تجمع ما بين صعودها لكأس العالم 74 وفوزها بكأس الأمم الأفريقية 74. وزي ما احنا شايفين محمد علي كلاي نجم الملاكمة العالمي حضر المباراة النهائية في مصر، ودي كانت لفتة طبعا جميلة جدا جدا، حضور نجم كبير زي النجم محمد علي كلاي للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية في مصر. فازت زئير بالبطولة، وكان هداف البطولة نداي من زئير برصيد 9 أهداف. وفازت زئير الحقيقة يعني مش عايز أقول عن جدارة، ولكن الماتش اللي فرق معاه هي مباراة مصر طبعا وزئير في الدور قبل النهائي. الناس كلها بتقول ان مصر كانت احق بالبطولة، البطولة كانت بطولة سهلة ان مصر تفوز بيها، ولكن حصل استهتار وحصل ان يعني مباراة زئير بالذات قلبت البطولة كلها بطريقة يعني درامية جدا جدا، وفازت زئير بكأس الأمم الأفريقية 74 اللي أقيمت في مصر.